سر القرمشة اعجنيها بالمية وطعمتها في حتة تانية. هتعملي معايا القراقيش السادة أو المحشية عجوة، إن شاء الله هتنول إعجاب الحلوين. هنسمي بالله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ومقاديرها في كل بيت شوية مية على دقيق، وهنعمل أحلى قراقيش هتشوفوا معايا دلوقتي. أول حاجة أنا معايا كيلو دقيق منخول متعدد الاستخدامات، نزلت عليه بمعلقتين من السكر، معلقتين كبار، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، حاجة بسيطة كده من الملح بين صوابعك. ده كده المحلب او ريحة الكحك، او تقدري تستخدمي ينسون وشمر، بس اليانسون والشمر هتحمصيهم وتجرشيهم جرشة كده في المطحنة. كل المكونات الجافة كده مع بعضها، لان انا هعمله على البارد مش هنسخن السمنة ولا اي حاجة، يدوبك هتفكيها على النار كده. هخلط المكونات الجافة زي ما اتفقنا مع بعضها، مكونات كلها سهلة وبسيطة، خميرة وبيكنج باودر والمحلب او ريحة الكحك، تقدري تستبدليه كمان بالفانيليا لو ما عندكيش المحلب. وهستخدم معلقة نشا، دي انا نسيتها، بس انا بدل ما استخدم النشا هستخدم كاستر، هيساعدني في لون حلو كمان. المكون ده بقى سحر، ضروري جدا تستخدموه وتجيبوه، حاليا متوفر في الاسواق من عند اي عطار. قولي له عاوزه اسانسي الحليب، اسانسي الحليب ده حطيه على شربات الكنافه، على اي شربات حلويات، وادعي لي، وعلى الكحك والبسكوت، ما شاء الله ولا قوه الا بالله. هستخدم معلقتين من السمسم المتحمص، وهنزل بقى بالسمنه. السمنه ما هي السخنه ولا اي حاجه، يا دوبك فك على النار كده، علشان الجو زي ما انتم عارفين السمنه بتبقى مجمده وكده. المقدار بتاع السمنه 400 جرام، يعني ما يعادل كوبايتين من اللي انتم شفتوهم معايا. الكوبايه دي المقدار بتاعها 200 مللي. تقدري تستخدمي كوبايه ونص لو ما انتش حباهم ناعمين يعني، بس انا يفضل ان هم 400 جرام، كوبايتين للكيلو، بتبقى وسط، لا هي ناعمه خالص ولا هي خشنه. انا طبعا معلقه النشا كنت نسيتها زي ما اتفقنا، نزلت بيها وبدأت كده أبس الدقيق بالسمنة، غلفي حبيبات الدقيق كلها بالسمنة. وبعد كده هستخدم كوباية ونص من المية، زي ما اتفقنا مش هنستخدم حليب، المية بتديكي قرمشة حلوة قوي. استخدمت كوباية ونص، مقدارهم 300 ملي من السوائل، ومش هعجنها علشان ما تشدش وتنشف معايا. كل ما هتعجنيها هتعوز منك مية وهتبقى مش حلوة، فانت بس ابدأي ادمجيها بصوابع ايدك كده، وبعد كده تبداي تحطيها في كيس. ضروري جدا علشان في الجو ده بنخلي العجين اللي زي كده في كيس علشان ما يشدش معاكي لما تيجي تشكليه. شايفين مفيش فيه اي تشققات، فانا هنا حطيته في الكيس. وتعالوا بقى نشوف الحشوه مع بعض. معايا عجوه منسوله انا عاملاها في البيت يعني عامه، ونزلت عليها بقرفه ومعلقه سمنه او معلقه زبده، اي حاجه من الاتنين بتخلي الحشوه معاكي حلوه كده لما تيجي تاكليها، ما بتبقاش ناشفه. وطريقه التسويه لازم تكون مظبوطه علشان العجوه ما تنشفش معاكي في الفرن وتمرر معاكي. هنا بقى زي ما انتم شايفين كمان معلقه السمنه مش بتخلي العجوه تلزق في ايديكي، ويا سلام لو سمنه بلدي. هنا في المرحله دي بقى هبدا ابرمها على قد قطعه العجينه اللي انا هخرجها. طريقه الفرد سهله وبسيطه خالص، من غير فراده بايديكي كده تبداي تفرديها وبتحطي الحشوه في النص وبتجيبي الطرفين على بعض. اهم حاجه التقفيله، يعني التقفيله ضروري جدا، بتقفلي كويس علشان ما تفتحش معاكي في الفرن وتتحروق. برده بتدخل فرن سخن درجه حراره 180، الشبكه او الرف من تحت، وتقدري تحطيها على الصاجه مباشر مع المتابعه. لو ما عندكيش درجات حراره بتبقى اقل من الوسط. انا هنا بسويها كويس جدا، قلبتها طبعا، اللحام خليته تحت، وبعد كده ببدا بايديا كده اسويها وبشيل الزياده. القطاعه دي لو متوفره عندك، دي قطعه المخلل بتديك اشكال حلوه. هقطع صبعين كده، كله التقطيعه خلاها كلها موحده علشان تاخد تسويه كلها زي بعضها، ما بتبقاش سميكه قوي على فكره، لان احنا حاطين طبقتين على بعض زي ما شفتوا كده. ده السمك المناسب، لان هي لسه هتخمر معايا وهتدخل الفرن حجمها هيزيد، فعلشان كده مش بنخليها سميكه قوي. هبدا بقى ارصهم في الصواني اللي هسوي فيها. افضل تسوية بتبقى الألمونيوم، بيوزع الحرارة بالتساوي في المخبوزات وحاجة العيد في العموم. ضروري جدا تسوي في ألمونيوم، الكحك والبسكوت وكل الحاجات دي، لأن زي ما اتفقنا بيوزع الحرارة بالتساوي والحاجة بتاخد معاكي لون موحد. بعد كده بتولعي لها الشواية مع المتابعة، وتخلي بالك وتحريك الصينية، هتاخد لون ذهبي، ما تغمقهاش زيادة عن اللزوم، لون ذهبي فاتح. وبعد كده بقى بعد ما يبردوا ابدأي بقى حطيهم في علبة محكمة الغلق علشان ما يطروش معاكي. هنا دي كده السادة. السادة بنفس الطريقة بجيب الطرفين على بعض واقفلهم واخلي اللحام لتحت، وابدأ بايديا كده اشكلها. طبعا اللي هي بالحشوة بتاخد تسوية اكتر شوية، يعني مش كتير، يعني انا هنا بقطعها بالميل علشان تديني شكل اطول.
ويبقى شكلهم كده كمان معروف، وهي الحشوة واضحة يعني، اللي فيه حشوة باين من التاني. قدميه بقى جنب كوباية شاي، كوباية حليب، كوباية قهوة، بألف هنا على قلوب الحلوين. أتمنى منكم أحلى لايك وشير علشان يوصلكم مني كل جديد. ولو أول مرة بتشوفوني، أنا فاتن الجندي، يسعدني المتابعة والاشتراك في القناة. هنقدم وصفات حلوة أوي وسهلة مع بعض بإذن الله. دي كده من حاجة العيد، وعملت معاكم الكحك. باقي بقى معانا البسكوت، هنعمله بإذن الله بسكوت النشادر زي ما وعدتكم. علشان تعملوا معايا أحلى بسكوت هقطع معاكم واحدة كمان. ما شاء الله ما بتاخدش حرفيا 10 دقايق الكيلو، وانت واقفة كده على الرخام هتبدأي تقطعيهم وتشكليهم وتسيبيهم يخمروا نص ساعة، وبعد كده هتدخليهم الفرن ويخرجوا معاكي بنفس النتيجة. أتمنى إن انتوا تجربوهم واكتبوا لي رأيكم في الكومنتات والتطبيقات اللي بتفرحني على جروب مطبخ فاتن الجندي، وأشوفكم على خير يا أحلى متابعين.